مكانة التصوف في الإسلام. حضرت لك محاضرة بعنوان مكانة التصوف في الثقافة الإسلامية لإيريك جوفرو. وإيريك جوفرو هو صاحب كتاب طريق الإسلام الجوانية. في البداية أحب أن أتوجه بالشكر لمصادري عن التصوف ومصدر المعلومات في هذه المقالة. أولهم المحاضر إريك جوفرو صاحب الطرح، وثانيهم الأب جوزبيني سكاتوليني صاحب كتاب التجليات الروحية في الإسلام، وإن كنت أخالفه الاعتقاد بأن التصوف تجلي روحي، وذلك لأن الإسلام عرف التوازن بين الروح والمادة تماما ولم يميل لأحدهم حتى في صوفيته. فصوفية الإسلام ليست رهبنة ولا انعزال عن الدنيا ومتاعها. وكما نعلم فالصوفية كان دائما لهم دور سياسي، ولم يهمل التصوف الإسلامي الجسد أو المادة أو متاع الدنيا، بل اعتبر رغبته في المتاع هي ما يجعله راغبا في الجنة. ولو انتهى حب المتاع من الإنسان لما أحب الجنة ولا ما كان مناسبا لها، بل أن كلمة زهد لم تأتي في القرآن إلا في قصة يوسف في منبعه أنهم كانوا فيه من الزاهدين، ولم يوجد في القرآن أمر بالزهد. وهذا ما يجعل التصوف الإسلامي مختلف عن أي تصوف آخر. وأشكر أيضا المفكر حسن حنفي صاحب كتاب من البقاء إلى الفناء على تصنيفاته وترتيباته الجوهرية في مجال التصوف. كما أشكر أحمد البرديني يا مدد تاريخ الصوفية في مصر من عصور الفراعنة إلى شيوخ الطريقة، فقد اعتمدت على كثير من معلوماته في هذا المقال. وبالطبع أشكر الأستاذة هالة فؤاد أستاذة التصوف الإسلامي بكلية الآداب جامعة القاهرة، والتي تتلمذت على يديها. مكان المحاضرة: صالة العرض بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون. تاريخ المحاضرة: في تمام الساعة 5 مساء يوم الأربعاء 26/1/2005. يقول إيريك: الصوفية هي تجسيد الحكمة العالمية وغير الوقت. يقول إيريك: الصوفية هي تجسيد الحكمة العالمية وغير الوقتية في الجسم الديني للإسلام. الحكمة غير الوقتية أي غير المرتبطة بزمان أو مكان وحدث، وهي صالحة لكل زمان وكل مكان، وهي بهذا المعنى تعد الجوهر الباقي والأصيل واللاوقتي في الإسلام، وهي بذلك معناها فلسفة الإسلام، لأن الفلسفة هي حكمة منزوع عنها الوقت باعتباره عرض زائل، وهي تهتم بالجوهر المتبقي. فالفلسفة كما يقول محمود أمين العالم هي التعبير النظري عن القسمات الجوهرية إزاء الوجود الفردي أو العام. الفلسفة تعبير وتنظير عن قسمات جوهرية، أما التصوف هو منهج عملي لا نظر ولا تنظير فيه، ولكن يعتمد قسمات جوهرية إزاء الوجود العام والفردي. فالخلاف في نقطة أن الفلسفة نظر والتصوف عمل، والاثنين في الجوهر أي المنزه عن الأعراض كالحدث والوقت والمكان، فهذه أعراض تزول. كان هذا أول تعريف للصوفية بعد تعريف الشعراوي بأن الصوفي من صفى قلبه لله، وهذا هام. فالبعض يرى الصوفية من خلال وضعها الحالي أو من خلال أي مرحلة مرت بها، فيعتقد أن هذه هي الصوفية الحقيقية، وهذا خطأ. فالتصوف ليس الفولكلور الممارس اليوم، وليس الزهد والانعزال، وليس الصوفية هي تاريخها، بل تتجاوز ذلك. وبمعنى آخر الصوفية تكثيف الإسلام دون الدخول في البعد الديني الأفقي. فمن المعلوم للإسلام بعدان: بعد رأسي وهو العلاقة بين الله فوق والإنسان تحت، وبعد أفقي وهي العلاقة بين الإنسان والعالم والإنسان وأخيه الإنسان. الصوفية بوصفها فكرا ليس ديني يتجسد في داخل الجسد الديني. الفقهاء يبعدون أي مسك كبعد داخلي فكري نفسي أفعال القلوب في الإسلام، ويدعون الإسلام في مخالفة معه، لأن اتجاه العلاقة عندهم من فوق لتحت، من الله للإنسان في أوامر ونواهي وشرع، وليس من الإنسان إلى الله، من الإنسان والنفس وأفعال القلوب إلى الله أو الأفعال الإلهية، في محاولة معرفة لذلك الكيان الإلهي ومحاولة للوصول لحقيقته وجوهره. فالتصوف رحلة إلى السماء السابعة. ويقول دكتور حسن حنفي أن التصوف منهج صاعد، منهج التأويل، يعتمد الحقيقة في السماء، يخاطب النفس والقلوب والشهود وميتافيزيق العقل والوجود، بينما علم أصول الفقه منهج نازل، منهج التنزيل، يعتمد الحقيقة في الأرض، يخاطب الأخلاق
الأخلاق والجوارح. التصوف الإسلامي مر بمراحل تاريخية ربما أثرت هذه المراحل عندنا على الصورة الذهنية للتصوف لدينا. واحد، المرحلة الأخلاقية القرن الثاني والثالث الهجري، مرحلة الزهاد والعباد. اثنين، المرحلة النفسية القرن الرابع والخامس الهجري. ثلاثة، المرحلة الفلسفية القرن السادس والسابع الهجري. أربعة، المرحلة الطرائقية حيث أصبح التصوف عمل جماعي طرقي، أخشى أن قلت أصبح فلكلور. مرحلة العلاقة بين الشيخ والمريد منذ العصر العثماني من القرن السابع حتى الرابع عشر حتى الآن. يقول أحمد البرديني: حسب الأرقام الرسمية يوجد في مصر 77 طريقة صوفية تنحدر من 7 طرق كبرى تنتشر في المحافظات، ويظهر رجالاتها في الموالد مع الاحتفال بذكرى ميلاد أحد الأولياء أو شيخ الطريقة، وهي الطريقة الشاذلية والطريقة الدسوقية والطريقة الرفاعية والطريقة البدوية والطريقة الخلوتية والطريقة القادرية الجيلانية والطريقة العزمية. ويقدر رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية عبد الهادي القصبي عدد أنصار الطرق الصوفية في مصر ب15 مليون. 5. المرحلة التي يقترحها حسن حنفي، المرحلة الثورية، أن يشكل التصوف ثورة على ما هو سائد على الأوضاع. وقد ظهرت الصوفية في كل الأديان والحضارات، لا سيما أن إخناتون ومنحتب الرابع وأسرته تحت أشعة الشمس آتون أول إرهاصات الصوفية، حيث قاد ذلك الملك الشاب ثورة الإصلاح الديني في الأسرة الثامنة عشر لتوحيد شعبه حول عبادة إله واحد فقط آتون، في خضم تأملاته الفكرية والروحية التي كانت غريبة على كهنة الإله آمون بمركز القيادة في طيبة عاصمة مصر القديمة. يذكر الباحث ياروسلاف تشيرني في كتابه الديانة المصرية القديمة أن مبادرة إخناتون الروحية استهدفت تشييد ديانة شعبية تحظى بقبول كل شعوب الإمبراطورية، وذلك بتجريدها من الملامح المصرية البحتة، وكان دافعه في ذلك حماسه الديني النقي. رسم إخناتون شكل عبادته الجديدة بعدما انتقل إلى عاصمته الجديدة أخيتاتون، وموقعها الحالي منطقة تل العمرنة في محافظة المنيا جنوب مصر، آليا على نفسه ألا يغادرها مرة أخرى، فكانت ملاذا لتأملاته الروحية وعباداته الزاهدة في كل شيء، دون أن يبذل أي جهد أو يهتم بما يحدث للممتلكات المصرية في سوريا وفلسطين التي كانت على حافة الانهيار تحت ضغط الهجمات التي لا تتوقف من الأعداء. طالت ثقافة إخناتون الاحتفال بأعياد أخرى غير تلك التقليدية السنوية عند الآلهة هينذاك، فنظم احتفالا غريبا بالعيد الثلاثيني وعيد السد. ويقول تشيرني أن طبيعة العيد لا تزال غامضة بالنسبة إلى علماء المصريات حتى الآن. انتهت ديانة إخناتون بمجرد وفاته بعد حكم استمر 17 عاما، فتحول خليفته توت عنخ آمون إلى الديانة القديمة، كما عاد إلى العاصمة الأصلية طيبة حيث دفن، وأطلق الكهنة على عهده الملكي سنوت الخارج. كثيرون تحدثوا عن بدايات التصوف عند قدماء المصريين، ويشير الدكتور مصطفى محمود في مذكراته إلى تأثير تصوف المصريين القدماء في معتقداته، فيقول: كنت أبحث لأنني أريد أن أكتشف الجديد، وحتى في هذا الجانب وجدت أن قدماء المصريين عرفوا التصوف والإيمان والتفاني فيه وله ومن أجله. يصل التوحيد الذي دعا إليه إخناتون إلى ذروة النقاء والتجريد، إذ وجد مصطفى محمود أن المصريون القدماء كانوا يتضرعون إلى الإله بالقول: يا آتون الحي، يا بدء الحياة، إنك بعيد متعالي، ولكنك تشرق على وجه الناس، تمنح الحياة للجنين في بطن أمه، وتعني به طفلا، وتسكن روعه فلا يبكي، وتفتح فمه وتعلمه الكلام، وتدبر له ما يحتاج إليه في حياته، وتعلم الفرخ كيف يسكب بيضته ويخرج. وما أكثر مخلوقاتك يا واحد يا أحد ولا شبيه لك، خلقت الأرض حسبما تهوى، خلقتها وحدك لا شريك لك، وخلقت ما عليها من إنسان وحيوان، ودبرت لكل مخلوق حاجاته، وقدرت له أيامه المعدودة، وجعلت الناس أمما وقبائل ولغات متعددة، وجعلت لهم الشتاء ليتعرفوا بردك، والصيف ليذوقوا حرارتك، وصورتهم في بطون أمهاتهم بالصور التي تشاء، وأنزلت لهم الماء
من السماء ليجري أمواجا تتدافع وتروي حقولهم. ما أعظم تدبيرك يا سيد الأبدية، إنك في قلبي وليس هناك من يعرفك غير ابنك الذي ولد من صلبك، ملك مصر العليا والسفلى، الذي يحيا في الحق، سيد الأرضين، إخناتون. يؤمن عمرو فكري وهو باحث في أصول التصوف ومؤلف كتاب قدس الأقداس بوجود ما يسمى التصوف الفرعوني البدائي، وهو ما يتجلى في عديد من المشاهد التي كونت لديه هذه الصورة. يشير فكري في حديثه مع منشور إلى أن إخناتون هو أحد أقوى النماذج الدالة على إرهاصات الفكر الصوفي بسعيه إلى تدشين حياة أخرى زاهدة تماما في علاقته مع الإله آتون الذي رمز إليه بقرص الشمس، وتمرده على الآلهة الأخرى التي عبدتها الشعوب حينها. لذا اعتبره علماء المصريات ملحدا، واتهمه بعضه بالشذوذ الجنسي بسبب هيئة تماثيله داخل القصر الذي شيده في تل العمارنة. لا يبرز علماء المصريين والمصريات والأثريون عموما الجانب الروحي في علاقة الآلهة والمراسيم باعتبارها مجرد توثيق، لذلك لا يتحدثون كثيرون عن الزهد وامتدادات الصوفية عند المصريين القدماء بحسب فكري. توضح المريغني لمنشور أن زهد إخناتون تجلى في أناشيده التي ناجى فيها ربه، وهي الأناشيد التي أخذت منها اليهودية في مزامير داود. لم يتخلى إخناتون عن جميع مظاهر بزخه كملك، لكنه تخلى عن فتوحاته وأهمل شؤون حكم الأسرة من أجل التعبد في تل العمارنة. وفقا لسامي المرغني، لم يتقشف المصريون القدماء تماما أو يتفرغوا للعبادة كما يفعل أنصار الطرق الصوفية في الوقت الحالي، بل على العكس كانوا يستمتعون بوسائل الطرف والمتعة وقتما حضرت في غير مواعيد العمل النهارية، بجانب اتباع القيم الجميلة والمثالية. يدلل عمرو فكري بمشاهدات أخرى تشير إلى التصوف الفرعوني، مثل حلقات الذكر التي انخرط فيها القدماء داخل المعابد، والتي تتشابه كثيرا مع مظاهر احتفالات الصوفيين الآن. كما يلفت إلى أن أقوال الآلهة والحكام الذين ارتبطت ألقابهم بالحكمة مثل تحوت إله الحكمة والمعرفة عند قدماء المصريين، والتي وردت في كتاب متون هيرمس، تدل على التأملات الفكرية في شكل الإله والحكم المأخوذة عنه. حكم تحوت العظيم النور والشمس والسماء، الإله تحوت يمين يكتب أعمال الميت خلال وزن قلبه. حمل تحوت عديد من الألقاب، منها إله الحكمة والمعرفة والسحر، للعب أدوارا في الصراعات بين أنظمة الخير والشر في مصر القديمة. وليس من الصعب العثور على نصوص له يناجي فيها الإله بلغة مليئة بالحكمة، مستخدما رموز مثل النور والشمس والسماء. إنه النور الذي يسطع بداخلك، هو نور الخالق الذي أبدع منه الكون، فهو يسكن روحك التي تطوف بعقلك، هو قدس معبدك، ومعبدك هو أنت من يقدس الخالق العظيم بتأمل كونه البديع. والكون هو بوابة الشمس للعلوم المقدسة التي تجعل عقلك معبدا للروح، والروح معبدا للخالق. فيك يتجلى الكون ببهائه. الروح لا تعرف ذكرا وأنثى، بل الأبدان هي التي تعرف. فإذا كان بدنك زائلا وروحك سرمدية، تعود من الظلام لتشرق مرة أخرى مثل راع في السماء، فإن راع يقدس الخالق بدورته السرمدية، كذلك روحك تدور في رحلتها وتعود إلى مكانها الطبيعي بجوار خالقها. يرى فكري أن نصوص تحوت شبيهة إلى حد ما بالخطاب الصوفي الذي يمدح الخالق ويعدد أشكال وجوده في الرزق والإيمان والعبادة. أفلوطين إمام التصوف في العصر الروماني. أفلوطين لم يكن إخناتون الوحيد الذي غرد خارج نسق الكهنوت. استعج لائحة آباء المتصوفين عند قدماء المصريين بأسماء أخرى حسبما جاء في كتاب قدماء المصريين أول الموحدين للدكتور نديم الصبار. من بين هؤلاء أفلوطين فيلسوف اللاهوت المختلف في جنسيته بين يوناني ومصري، الذي قيل عنه أنه إمام التصوف. يقول الدكتور زكي نجيب محمود أن حياة أفلوطين الشخصية بنيت على الزهد والتقشف من أجل تطهير الروح، ولم يكن يبيح لنفسه من الطعام إلا ما يقيم أوده، وكان يصوم يوما بعد يوم. عباس العقاد تحدث أيضا عن أفلوطين فقال إنه آخر فيلسوف يحسب من صميم الصوفية، أو يقال بغير جدال إنه إمام التصوف. من متصوفي مصر القديمة كذلك حكيم آخر هو بوتزوريس، الذي
انتمى إلى الأسرة الثلاثين إلى آخر الأسر الفرعونية، وشغل منصب كبير كهنة الأشمونيين في صعيد مصر، ويؤرخ عن حياته بأنها كانت كلها في سبيل التقوى ومثالا صالحا لمن يحبون الطهر. نذور أوزوريس. تحولت أبيدوس مهد مقابر الفراعنة الأوائل إلى بقعة حج. يشير يالسولاف تشيرني إلى مشهد آخر من الملامح الدالة على وجود صلة بين أفعال المتصوفين المصريين وأسلافهم في الحضارات القديمة، هو موكب حج المصريين إلى معبد أبيدوس الواقع حاليا في محافظة سوهاج، حيث قبر أوزوريس إله الخضرة والعالم الآخر عند المصريين القدماء، الذي انتشرت عقيدته بشكل لا يقاوم في كل البلاد. فكان المصريون حين ذاك يؤمنون بآلهة الموت وقدرتهم على النجاة بأقدارهم في الحياة الأخرى. كانت الطقوس السائدة أن يقدم الناس القرابين أطعمة أو حيوانات إلى الآلهة للتقرب منها، فيخاطبون أوزوريس باعتباره حاكما لأرواح الموتى. وتحولت المدينة التي تعد مهد مقابر الفراعنة الأوائل إلى بقعة حج، فقد كان المصريون يأتون إليها من كل أنحاء البلاد. هنا يجد عمرو فكري رابطا واضحا بين النذور الحالية التي يقدمها أنصار الطرق الصوفية إلى الأولياء الصالحين وتلك التي باشرها هنا يجد عمرو فكري ربطا واضحا بين النذور الحالية التي يقدمها أنصار الطرق الصوفية إلى الأولياء الصالحين وتلك التي باشرها أتباع أوزوريس في نهاية حكم الأسرة السادسة. فأتباع أوزوريس بنوا معتقداتهم على وجود جسد الإله أو رأسه في القبر على أقل تقدير، وظنوا أن تعويذات حاكم القبور تضمن حمايته من الجوع والعطش في العالم الآخر، كما اعتقدوا في قدرته على تقمص مختلف الأشكال الحيوانية والخروج إلى النهار من ظلمة المقبرة، وهو ما نجد اعتقادات مشابهة له عند الصوفيين الآن. كان أنصار أوزوريس يحتفلون بذكرى ميلاده سنويا بالنذور والقرابين كنوع من التبرك به، وهي العادات السارية حاليا، كما يفعل الصوفيون بإعداد موائد الأكل في الموالد السنوية وفقا لفكري. التصوف القبطي. لم يتوقف إرث قدماء المصريين عند تأسيس التصوف كفكر روحاني قائم على مناجاة الآلهة والزهد في الحياة، بل تطور ليشمل الرهبنة التي تحمل المعنى نفسه الذي تعلمه آباء الرهبنة المصرية على يد السيد المسيح. استشير بعض الأبحاث التاريخية إلى أن النظام الرهباني ظهر في مصر القديمة لأول مرة وتطور بها، ثم صدرته مصر إلى العالم المسيحي. يمكن القول أن قدماء المصريين وضعوا اللبنة الأولى لشكل العلاقة بين الإنسان وربه. تأسست الرهبنة القبطية في القرن الثالث الميلادي على يد المعتكف الصعيدي الأنبا أنطونيوس المركب بأبو الرهبنة، الذي جمع الفلاحين للاعتكاف في الأديرة للهروب من الاضطهاد الروماني الذي تعرض له المسيحيون في مصر. يشير ماجد الراهب رئيس جمعية المحافظة على التراث المصري إلى أن الأنبا أنطونيوس لم يكن الراهب الأول، لكنه أسس أول نوع من الرهبنة التنظيمية والتلميذية. ويؤكد الراهب أن التصوف متوارث منذ القدم، فالمصريون القدماء تركوا ميراثا للتعامل، ومنه ترانيم إخناتون الذي كان متصوفا على الرغم من أخطائه في الحكم وإدارة الدولة وقتها، رغم اختلاف الأفكار والعادات بين الماضي والحاضر. يمكن القول أن المصريين القدماء وضعوا اللبنة الأولى لشكل العلاقة بين الإنسان وربه. فعبرت أشكال العبادة والطقوس الدينية في عصورهم عن وجود وعي وإدراك لقيمة العبادة، بدأت مع إخناتون وتجلت بعد ذلك بالرهبنة إلى أن سميت فيما بعد بالصوفية. ذلك ما يقول أحمد البرديني في موقع على النت. وكذلك نجد الكابل هي الصوفية عند اليهود، ونجد الصوفية في التاو الصينية والهندوسية. الصوفية تيار في كل الديانات الشرقية. نعود لأوريك. هل الصوفية في قلب الإسلام؟ هي قلب الإسلام وجوهره؟ يطرح هذا السؤال إيريك. تطرح الصوفية تساؤلات قوية عن: واحد، ما هو العلم؟ ينتقل الصوفية أصلا من النظر إلى العمل عبر الرياضة والمجاهدة الروحية. هم يحاولون تغيير سلوكهم، وقل اعملوا يا قوم اعملوا على مكانتكم قبل مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ارتباط العلم بالعمل موجود في علم أصول الفقه باعتباره علم استنباطي استقرائي برهاني واستدلالي، مقدمات ونتائج، لكن التصوف مصدر العلم فيه تجربة، مشاهدة عيانية، حدس مباشر، كشف ومكاشفة، علم لدني ذوقي، فالذوق يقين والنظر شك. الجدل علم يقين والحكمة عين يقين، أما التصوف حق يقين.
هل يقف الواقع عند الظاهر دون الباطن؟ من أسماء الله الحسنى الظاهر والباطن. العالم أيضا له وجه خفي باطن. القرآن وكل آية فيه لها طابع داخلي باطن وخارجي ظاهر. القرآن رؤية العالم وليس مجرد للشريعة. سورة الكهف والعلم اللدني الآتي من الله، تكامن بين العلم المكتسب واللدني، القانون الداخلي والخارجي، الأفق النفس، توافق لا علمي بين الداخل والخارج، البحث عن ما هو داخلي في القرآن والسنة، اليقين ثمرة التأمل والمشاهدة، علم يقين خارجي الجدل، عين يقين مصدره الحكمة، حق يقين حيث الواقع لا مسافة بيننا وبينها، علم حركي لا ثبات له، كل يوم هو في شأن، من مقام لمقام ومن حال لحال، السنة النموذج المحمدي، الإيمان العقيدة الغيب الإحسان، إسلام مرحلة، إيمان المرحلة التي تليها، إحسان المرحلة التي تليها، شريعة طريقة حقيقة بمعنى واحد. الشريعة عند الصوفية هي الطريق العريض الدائري الذي ليس له قانون، مأخوذة من الصورة الكونية للشريعة. النبات الحيوان له شريعة، وليست كما يقول الفقهاء شريعة الصوفية أعمق من شريعة الفقهاء. المركز هو الطريق، ليس الطريق الضيق بتاع الفقهاء، أما الطريق الحقيقي هو الذي يخص من لديهم استعداد طبيعي، من لديهم رغبة في التقرب إلى الله، فهم يسألون لماذا أصلي وما معنى الصلاة، فتخرج صلاتهم عميقة. أخذ الواقع داخله وخارجه في الاعتبار، كل شيء يؤخذ في الاعتبار. الإنارة تكون من الداخل للخارج. كيف نصلي للفتوح المكية لابن عربي، فهو يشرح معنى نفسي عميق جدا للصلاة، فقال الذي لديه علم من الكتاب أنا آتيك بعرشها قبل أن يرتد طرفك. ومن هنا كانت الكرامات، وكان مصطلح أهل الخطوة الذي يتواجد في أكثر من مكان في وقت واحد. ابن الرومي يتحدث عن الذرة للمادة، ويقول أن الذرة هي الروح. التوحيد وتجربة تعيش فيها المعاني بداخلك، فالتوحيد تماسك داخل العالم، الاعتماد المتبادل بيني وبين العالم. إذا كان الله واحد وكل شيء متعدد، فكل شيء يعتمد على بعضه البعض لكي يكون واحد. كان الله ولا شيء معه. استنتاج الانفصال بين الظاهر والباطن أتى بعد 2 قرن من نزول الإسلام. برغم أن ابن خلدون أسس علم عقلاني، إلا أن ابن خلدون يخطئ الفقهاء باعتبار الفقهاء سادوا وأدوا للثبات، ولكن التصوف يغير. حتى ابن تيمية كان متصوف جيراني. التصوف له بعد ميتافيزيقي وبعد أخلاقي. التصوف تعبير عن روحانية الإسلام، فهو يتغذى كاملا من نصوصه، فكلمات المقامات قرآنية، والارتقاء من مقام إلى مقام، والمقامات مكاسب والأحوال مواهب. الشيعة تعبير روحاني للسنة، محاكاة باطنية للدين. الإسراء والمعراج، الصعود إلى السماء. السياحة، الأنا الواعية تختفي في بحار الأحادية، تجربة الصعود بالارتفاع. التصوف رحلة أفقية بالجسد ورأسية بالروح. الملائمية، لوم الكل لي، حرب مع الذات لإيجاد طريقها الروحاني. الهارب من الدنيا يعطيها أهمية لا تستحقها. تخطي الدنيا لا تخف منها، احتويها لكي تتعداها، وهذا ليس زهدا بل احتواء. السكر الروحي والفناء، هل من الضروري فناء الجسد؟ هذا ما فعله الحلاج. موتوا قبل أن تموتوا، هذه هي الصوفية. إيران كانت موطن الأشعريين الشافعيين، حكم السفاك ثم التصوف. الشافعي واختباراته، الشافعي ليس من علماء الباطن لكنه متصوف. الفقراء إلى الله هم المتصوفون. العثمانيون فرضوا نظريات ابن عربي. الوهابية لم تكن جامدة في بدايتها، بل كانت تنظر لمكة المركز للإصلاح. كل حركة صوفية نشأت بسؤال عن الإصلاح للتصوف. التصوف هو الخيار الأوحد بعد تجمد الإسلام كبديل للحركة الإسلامية الصاعدة. المتصوفة أيضا أمراء حرب. المريد يريد أن يعرف الله وهو مراد. نحن اليوم في صراع بين تصوف ودين راديكالي. الجنيد برغم فقهيته إلا أنه كان يقول لماذا لا أفشى الحلاج السر، أي في أعماقه كان صوفي. الأنا تختفي ويكون اختفاءها وسط الجمهور.